وحشتوني قوي. لأول مرة يشوفني أنا رغدان. ايه رأيكم نعمل حاجة تنفع للفطار أو للعشاء أو كسناكس؟ تعالوا نعمل خلية النحل محشية جبنة تشيدر. ممكن تحشوها أي نوع جبنة انتوا حابينها. هتطلع معاكم ناجحة قوي، فلافي كده، طعمها خطير، مظبوطة جدا، كأننا جايبينها من أفضل الأماكن اللي بتعمل مخبوزات، إذا ما كانتش كمان أحلى. لو مشيتوا على المقادير والطريقة بالظبط هتطلع معاكوا خطيرة. يلا بينا اقول لكم انا عملتها ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك. اول حاجة في بولة حطيت 3 كوبايات دقيق، تقريبا يعني نص كيلو، وحطيت نص كوباية لبن بودرة مش مملية قوي، وربع كوباية برضو مش مملية قوي سكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية، وربع معلقة ملح، وبضاية بقى في طبق، وهنحط فانيليا سواء سايلة او باودر، وهنضربها وهنحطها على المكونات دي. معلقة او معلقة ونص زيت، بعدين قلبتهم كده مع بعض وبعدين بقى كوباية الا ربع تقريبا مية. هي ما خدتش المية كلها، وهنفضل ننزل شوية بشوية ونعجن. هي تقريبا خدت نص كوباية او ازيد شوية صغيرين، وطبعا بيختلف كل نوع دي عن التاني. بعد كده عجنتها بقى لمدة 5 دقايق كده او 7 دقايق، وبعدين حطيت زيت في اي طبق كده ومن فوق ومن تحت، وحطيتها وهسيبها حوالي ساعة. غطيتها طبعا عشان تخمر، وهسيبها في حدود ساعة. بعد ساعة بقى كانت خمرت كده، وطبعا لازم نعمل الحركة اللي كل الناس بتعملها، نديها كده بوكس. بصوا خمر يعني خمرانة كويس جدا. هنبتدي بقى نعمل خلية النحل. اول حاجة في صينية دهناها زيت كويس، وبعدين هنجيب بقى، بصوا عايزينهم كل الفطاير الصغيرة دي تبقى قد بعض. طبعا انا عملتها بالويم، تقدروا لو عندكم ميزان توزنوا تبقوا كلهم قد بعض عشان تبقى شكلها حلو. انا كده بالويم يعني خليتهم كلهم نفس المقاس. هناخد بقى قطعة قطعة ونحشيها. انا حشيتها جبنة تشيدر، تقدروا زي ما قلت لكم تحشوها كيري، جبنة فتا، موتزاريلا، اي جبنة عندكم. وبعد ما خلصت كده طبعا هنسيب مسافات صغيرة كده بين كل واحدة وواحدة لان لسه هتخمر. وبعدين غطيتها وبعد كده نص الوقت يعني بعد نص ساعة دهنتها كده زيت عشان كل واحدة تقدر تفصل عن التانية لما نسويها. وبعدين خليتها تكمل تخمير برضو، سبتها ساعة، يعني كله على بعضه ساعة عشان تخمر. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 200 أول 5 دقايق، وبعدين 180. ولعت فوق وتحت في الرف اللي هو تاني واحد من تحت. اول ما تاخد طبعا لون من فوق هتشغلوه من تحت بس لغاية ما ياخد برضو لون حلو من تحت عشان يبقى مظبوط جدا. بعد ما طلع دهنتها بزبدة وغطيتها 3 دقايق او 4 دقايق، وبقت بالمنظر الخطير ده. بجد هي مش شكل بس، شكل وطعم. يعني صدقوني لو عملتوها هتعرفوا انا بقول لكم ايه، اكنكم جايبينها من افضل الاماكن اللي بتعمل المخبوزات بجد والله. انا برضو مش هقول لكم يا ريت تجربوها، انا هقول لكم لازم تجربوها، لان انا متاكده انها تعجبكم جدا وهتعملوها كتير. اعملوها بقى كده وجنب كوبايه شاي او نسكافيه او اي حاجه تحبوا تشربوها. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو مشتركتوش في القناة. بحبكم قوي قوي وهتوحشوني قوي. باي باي.